كل سنة نعرفه منذ القدم أنه رجل طيب ومكافح، ويصر كما قلت في كلمتي قبل قليل على تنظيم هذه الدورات رغم الإكراهات ورغم المشاكل ورغم العراقيل ورغم الصعوبات، أن ينظم بمعية أخواته وإخوانه في النسيج الجمعوي لثلاث أولاد المهرجان الربيعي للمنطقة. نصفق بحرارة للأخ والصديق والفنان والأستاذ دهاج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد مولاي الحسن حفظه الله، ينظم النسيج الجمعوي المكون من الجمعيات التالية: جمعية أبو قراط تنمية وتضامن فرع الأولاد، جمعية أنامل الصناعة التقليدية الأحمد، جمعية فاطمة الزهراء للأعمال الاجتماعية والصناعة التقليدية للأولاد، وكذلك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع ثلاث الأولاد. ينظم المهرجان السنوي في دورته السابعة، مهرجان ربيعي سنوي في دورته السابعة، والتي يحمل هذه السنة اسم المقاوم لودة محمد بن الحاج العربي بن الفقيه. كلمة مقاوم راه هذه بوحدها تحتاج إلى العديد من التعاريف. المهم كنرحبوا بجميع المشاركين، جميع الضيوف، الاخوان ديال المجلس البلدي الحاضرين معنا، الاخوان الفعاليات الجمعويه اللي جات من محمد باش شرفنا في هذا الحضور، الاخوان راه قلت اعضاء المجلس السابقين والحاليين المتواجدين معنا، شكرا لكم ومرحبا بكم. الترحيب الكبير حقيقه خانتني العبارات وهربوا الجمال والحروف شي ديال طاح شي، غادي نبدا عاد الدارجه. الشكر الكبير لمدرسه اقرا الخصوصيه اللي لقيناها بجنبنا منذ ربما اعتقد 4 سنوات، هذه غير في المهرجان، اما في غير المهرجان راه كثار، وعندنا واحد التاريخ معها اللي كيشرف صراحه. الشكر الكبير لجميع المؤسسين ديال مؤسسه اقرا، الاساتذه، الاطر، الاخوان في النقل المدرسي ديال نفس المؤسسه، وكذلك التلاميذ اللي ولفونا انهم كيعطيونا فقرات وعروض ممتعه جدا. كنتمناو من الاخوان الحاضرين اللي كنشوفهم بعيد يلتحقوا بالمنصه باش يعيشوا معنا هذه اللحظات الجميله. عاوتاني مره اخرى كنشكر جميع الجمعويات المنضويه تحت النسيج الجمعوي، الرابطه في شخص سي محمد علالي، وانامل في شخص فاطمه بزار، والجمعيه الثالثه هي جمعيه فاطمه الزهراء في شخص سي احمد بوسيط، والاخوان الحاضرين معنا ديال جمعيه ابو قراط حاضرين معنا جوج للسي عادل الجلابي والاخت فاطمه بازار هو الشخص الثالث. ومرحبا بجميع الضيوف وشكرا لمؤسسه اقرا، ولا تكفي كلمه شكر في حقكم. نصفق بحرارة للأستاذ والفنان دهاج. بالفعل فمجموعة مدارس اقرا الخاصة هي مجموعة مدارس تعتز بمبدأها المتمثل في أنها مؤسسة مواطنة، ويشرفنا أن نساهم معكم ولو بجزء يسير في فعاليات هذه الدورة السابعة من المهرجان الربيعي لثلاث أولاد. إذن خير ما سنفتتح به فعاليات هذا الحفل البهيج آيات بينات من الذكر الحكيم سيتلوها على مسامعنا تلميذ من مجموعة مدارس اقرا الخاصة. يتعلق الأمر بالتلميذ يحيى ملاك، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله غفورا رحيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. أدعوكم للوقوف تحية وإجلالا لنشيدنا الوطني. وليدات حتى احنا نوقفوا كاملين اليد على الصدر ونردد جميعا النشيد الوطني. العارضين ايضا من فضلكم نوقفوا كاملين تحية واجلالا لنشيدنا الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أصالة عن نفسي ونيابة عن مؤسسة إقرأ الخاصة بن أحمد يسعدني ويشرفني أن أتوجه بأصدق عبارات التقدير والتهنئة إلى القائمين على المهرجان الربيعي للنسيج الجمعوي بثلاثاء الأولاد. إن هذه التظاهرة الثقافية والفنية الرائعة التي تحتفي بإبداعات النسيج الجمعوي الأصيل والتي تكرم في دورتها السابعة مقاوما من أبناء المنطقة
ويتعلق الأمر بالمرحوم الوداد سي محمد بن الحاج العربي بالفقيه. لهي مبادرة مباركة تجسد روح التعاون والتكاثف التي تميز مجتمعنا. إنها فرصة سانحة لتسليط الضوء على هذا الموروث الحضاري العريق الذي يحمل بين خيوطه قصصا وحكايات تعبر عن هويتنا وثقافتنا الغنية. ونود بالمناسبة أن نشيد باحتفاء هذا المهرجان بالمرأة الصانعة بهدف تعزيز دورها الحيوي في الحفاظ على الحرف اليدوية الأصيلة وتطويرها. إن إبداعات أناملها الذهبية ليست مجرد منتجات، بل هي تعبير عن ذوق رفيع ومهارة فائقة تستحق كل الدعم والتشجيع. كما أن المهرجان يعد من المبادرات الرائدة التي تساهم في التنمية الاجتماعية لهذه المدينة، باعتبار أنه يحرك عجلة الاقتصاد وينفتح على مجموعة من العارضين من مختلف مناطق مغربنا الحبيب. إن مؤسسة إقرأ الخاصة انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم المبادرات الثقافية والاجتماعية التي تخدم المجتمع المحلي تثمن عاليا هذا الجهد المتميز الذي يبذله منظمو المهرجان، ونتطلع إلى أن يستمر هذا الموعد الفني والاجتماعي والتربوي في تحقيق أهدافه النبيلة، وأن يظل منارة تشع إبداعا وجمالا في سماء ثلاثاء الولاد. نتمنى للمهرجان كل التوفيق والنجاح، ولجميع المشاركين في كل الإلهام والإبداع، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للتعبير عن تقديرنا ودعمنا. مرة أخرى كل الشكر والتقدير لكم، لمؤسستكم، لأطركم ولتلامذتكم على المساهمة الفعالة في هذه الدورة مثل جميع الدورات السابقة، كما أشار إلى ذلك الأخ والأستاذ والفنان دياش في كلمته مشكورا. مرة أخرى نوجه لك التحية سيدتي، ونهنئك بمناسبة تتويج مؤسستك بلقب تحدي القراءة على المستوى الوطني. هنيئا لك. ونواصل دائما مع تلميذات وتلاميذ مجموعة مدارس إقرأ الخاصة. ننادي على الجميلة عبجليني في كلمة بالمناسبة قبل أن نمر للوحات الفنية. أهلا وسهلا به الخير، أهلا وسهلا به الخير، أهلا وسهلا به الخير. هذا اليوم جميل باهي والنجم فيه منير، هذا اليوم جميل باهي والنجم فيه منير. وجودكم دعم لينا واهتمامكم يرقى بينا، وجودكم دعم لينا واهتمامكم يرقى بينا. اليوم هذا المهرجان يجمعنا على المحبة والإبداع والتواصل الثقافي والفني، يقول كلمته وعلى الأضواء ما ضاع. وما نساوش الضحكة والبهجة مع فنانين وجمهور غادي يضويوا المكان، يتبادلوا الإبداع والإلهام وتجمعنا القيم والأحلام، نتواصلوا وعلى ثقافتنا نتعارفوا. مرحبا بكم وألف مرحبا، مرحبا بكم أسيادي في هذه الرحلة الفنية والثقافة الغنية. نتواصلوا وعلى ثقافتنا نتعارفوا. نتمنى من هذا المهرجان يتوارث من ولد لولد، ونحافظوا على تراثنا بحب وجد. نستقبل أول اللوحات الفنية دائما مع تلميذات وتلاميذ مؤسسة إقرأ من مدينة ابن أحمد في لوحة تعبيرية تعتز بانتمائنا لهذا الوطن الحبيب، وعنوانها Welcome to Morocco. تصفيقاتكم لبناتنا وأبنائنا من فضلكم. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ce soir, nous allons nous envoler vers des destinations de rêve. Alors mesdames et messieurs, nous vous prions d'attacher vos ceintures et de mettre vos téléphones en mode avion. Welcome to Morocco. Let's go.
مدارس اقرأ الخاصة. على جديد الوصل بعيد اليوم حوايج كتيرة تجمعنا forever. No matter where you're from, we gonna get it on, right in the heart of Africa. No matter where you're from, we gonna get along, yeah, to the side of Africa. Welcome to Morocco. نتفاعل رجاء مع هذه اللوحة التعبيرية التي تعتز بانتمائنا لوطننا الحبيب من إبداع تلميذات وتلاميذ مجموعة مدارس اقرأ الخاصة. Welcome to Morocco. حكاية عاشها الأجداد والآباء والآن يعيشها الأحفاد. حكاية صراع بين فار وقط، توم وجيري. الفار جيري دائما يهرب خائفا، والقط توم يطارده غاضبا. يختبئ في جحره والعرق يتسبب من جبينه، ونبضات قلبه تدق كدقات طبل في صدره. ونبضات قلبه تدق كدقات في صدره. توم دائما يتربص به كلما دخل منزلا إلا وأحدث فيه فوضى. أما آن الأوان ليزول الخلاف بينه وبين توم ويدخل البهجة على أهل المنزل. اتركني، أريد أن أكون صديقا لك يا توم. سئمت من مطاردتك وتربصك. ما رأيك أن نذهب عند المربية صالحة تصلح بيننا؟ السلام عليك مربيتنا صالحة. أهلا بصغيري جيري. ما بك غاضبا وحزينا؟ أنا
حزين جدا ومهموم، لقد طال الخصام والتربص والمطاردة بيني وبين توم. أريد أن أنهي هذا الخلاف ونعيش سويا بسلم وسلام. وأين القط توم الآن؟ هيا لنبدأ البحث عنه. ربما مختبئ ليبدأ مطاردتي ليدخل مخالبه المخيفة في جسمي. مربيتي، إنه هناك قرب جحري. السلام عليك توم، أجدك نشيطا فرحا، أظنك تنتظر جاري معي ويود مصالحتك، أتقبل؟ سأفكر، ولم لا؟ طبعا سأفكر في الأمر. لا تنسى، إذا وافقت سأقدم لك هدية تروقك. هدية عبارة عن قطعة من الجبن اللذيذ. آكل الجبن وأترك جاري. هذا عرض مغر. هيا جاري، عانقني. لكن أين قطعة الجبن أولا؟ تفضل. نعم، نتناول الجبن ونلعب ونمرح سويا كأصدقاء. ترى ما القيمة من هذه المسرحية؟ شخصية توم وجيري شخصية كرتونية نتمتع حين نشاهدها. شغب توم ودهاؤه وحيل الفأر جيري. لكن في واقعنا لا نريد أحدا يكون مثل توم أو جيري. نريد الحب والوئام والسلام بين أفراد مجتمعين متعاونين متصالحين. قدمت المسرحية من طرف تلاميذ الثالث ابتدائي فاطمة الزهراء دعصة. براء صداق، هبة الساتي، ابتهال جلالي، أنفال حافظ، فاطمة الزهراء رواد، السعدية حامد. كتابة الأستاذة خديجة رياض مديرة التربوية الابتدائي بمؤسسة اقرأ الخاصة في دعوة منها لزرع روح الحب والسلام بين الأطفال والكبار على حد سواء، ومن تدريب الأستاذة فاطمة إيماني التي قدمتها اليوم الجمعة مساء، واليوم قدمها الأطفال لكم. شكرا لكم، أبدعتم. Silencieusement à haute voix, exprime tes émotions et tes ressentis. Lis, la lecture est un plaisir gratuit. Merci. بسم الله الذي وهب للعقل نورا وللحرف سحرا وللروح زادها من المعرفة. ما أعجب أمر الحروف حين تتآلف، وما أروع شأن الكلمات حين تتراص، وما أعمق أثر المعاني حين تلامس القلب والفكر معا. فإذا بها تشكل كتابا يبصر به الضرير وينهض به القاعد ويشرق به الذهن. كم من كلمة كانت سراجا، وكم من حرف صار نبراسا، وكم من فكرة أخرجت الإنسان من غيابات الجهل إلى أنوار الإدراك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ريحانة عماري، تلميذة بمؤسسة اقرأ التعليمية بمدينة ابن أحمد، تلك المدينة التي نفتخر ونعتز جميعا بالانتماء إليها، والتي أنجبت عظماء في مجالات شتى. ويسعدني أن أكون اليوم بينكم لأشارككم رحلتي مع القراءة، تلك الرحلة التي لم تكن مجرد هواية عابرة، بل كانت بوابة واسعة إلى عالم الفكر والمعرفة. وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم على تفضله من مشاركتنا هذا اللقاء، لنناقش اليوم موضوعا في غاية الأهمية، ألا وهو القراءة، تلك النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا لنحيا بها أفقا أوسع ونرتقي بها في مدارج العلم والإدراك.
منذ أول خطوة خطوتها داخل أسوار مؤسسة اقرأ أدركت أن القراءة ليست مجرد كلمات ترتل أو نصوص تحفظ، بل هي مفتاح للوعي ونور يضيء دروب الإدراك وجسر يعبر بنا نحو آفاق الفكر والتأمل. لم يكن اختيار اسم اقرأ عبثا، بل كان رسالة خالدة تذكرنا بأول كلمة نزلت من الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لقد صنعت مني القراءة شخصية متفتحة الذهن، لا ترى الأمور بسطحية، بل تتأملها بعمق وتتساءل عن جوهرها وتسعى لفهم أسرارها الكامنة. لم أعد أرى المعرفة كمجرد معلومات تحفظ، بل أصبحت وراها كنبض حي يسري في الفكر، يحرك العقل نحو التساؤل ويضيء الروح بنور التأمل. أصبحت الكتب رفيقتي في استكشاف عوالم جديدة ومفتاحي لفهم وجهات نظر مختلفة وجسري إلى فهم أرقى للحياة. لقد بدأت رحلتي مع القراءة منذ سنوات، ولم تكن مجرد عادة يومية، بل كانت انطلاقة إلى عالم يعج بالحكمة، حيث الكلمات تحمل أجنحة والأفكار تفتح بوابات والمفاهيم تنير أفق الإنسان. لقد منحتني القراءة قدرة على التعبير بدقة وجمال، وزادتني إدراكا لأسرار اللغة العربية التي وجدت فيها بحرا لا ساحل له، يزخر بالمفردات العذبة ويتلألأ بفنون البلاغة والفصاحة. صرت أستمتع باختيار الكلمات بعناية وأوظفها في مواضعها الصحيحة، حتى بات التعبير أكثر وضوحا وأعمق تأثيرا، وصار الفكر أكثر نضجا واتزانا. أيها السائرون في ضروب الحياة، يا من تبحثون عن المعنى وتسعون نحو المعرفة وتتشوقون لاستكشاف العوالم الخفية بين طيات الكتب، اجعلوا القراءة زادكم والكتاب رفيق دربكم، ففي الكلمة روح تبعث الحياة في الفكر، وفي الصفحات دروب تفضي إلى الإدراك، وفي المعاني أبواب تشرع نحو الوعي. لا تجعلوا عقولكم سجينة الجهل ولا أرواحكم أسيرة محدودية، فالكتاب هو النور الذي يمحو ظلمات الغموض، والمعرفة هي الجسر الذي يعبر به الإنسان من عالم ضيق إلى فضاء بلا حدود. فمن شاء المجد فليقرأ، ومن أراد الحكمة فليقرأ، ومن سعى إلى الرقي فليجعل الكتاب نبراسا يهديه إلى النور. القراءة ليست ترفا، بل ضرورة لكل من يسعى لصياغة ذاته وبناء فكره وصقل لغته وإثراء معارفه. فليكن الكتاب رفيقكم، والكلمة مصباحكم، والحكمة طريقكم، ولتكونوا من بناة الفكر وحراس المعرفة، حتى تظل العقول مضيئة والقلوب متقدة والأرواح سامية في مدارج العلم والإدراك. وشكرا. نتفاعل جميعا بالتصفيق والتشجيع للمبدعات ومبدعي مجموعة مدارس اقرأ الخاصة. بغيتي السهول، بغيتي البحار، بغيتي الوديان، بغيتي اليمن، بغيتي الثلوج، الطبيعة والآثار.
كلامي يا فهيم بلادنا بغاتك حنين اسمع كلامي يا فهيم بلادنا بغاتك حنين وراه من حين لحين راه بيك رحيم وصف صلة الرحيم شعب المغرب شعب عظيم بلادي راه بلاد السلام منذ قديم الزمان بلادي راه بلاد السلام منذ قديم الزمان وصيت ما تقفش بلادي باغي لهنا لولادي هادي خوتي وحبابي ساوي الجرس بيان هادي ستو كاميرا La souveraineté du Maroc sur son Sahara. Je vous invite donc à écouter avec attention, non pas simplement ce que je voulais dire, mais le message que je porte au nom de tous qui croient en la justice, en la paix et en l'unité. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait qu'un territoire appartient à une nation? Est-ce une ligne tracée sur une carte? Est-ce le regard de la communauté internationale ou est-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose que l'on ne peut ni effacer ni nier. Un lien d'histoire, de mémoire, de cœur. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un territoire que certains appellent contesté, mais que des millions de Marocains appellent simplement notre sud, le Sahara. Non pas un désert vide, mais une terre pleine de vie, culture, fidélité. Une terre qui bat au rythme du Maroc depuis des siècles. Je ne suis pas ici pour accuser, je ne suis pas ici pour diviser. Je suis ici pour rappeler une vérité trop souvent déformée, oubliée, contestée. Le Sahara est marocain. Il n'a jamais été un terrain sans maître. Bien avant que les colonisateurs ne posent leurs règles, les tribus sahariennes reconnaissaient l'autorité du sultan marocain. Elles lui prêtaient allégeance, lui demandaient justice et lui restaient fidèles. Ce lien n'est pas un souvenir inventé. C'est une vérité historique reconnue en 1975 par la Cour internationale de justice. Oui, les liens entre le Sahara et le Maroc sont anciens, profonds, réels. Et lorsque l'Espagne s'est retirée de ce territoire, le Maroc n'a pas levé le drapeau. Il a levé le drapeau, il a marché, pacifiquement, dignement, la marche verte. Un des plus grands gestes de paix de l'histoire moderne. Des centaines de milliers de citoyens sans armes, unis par la foi et la justice, réclamant leur droit. De citer les paroles de Sa Majesté le roi Hassan II. Je cite: « Lorsque j'ai annoncé la marche verte, j'ai misé sur un peuple, j'ai misé sur un sentiment et j'avais raison. » Fin de citation. Oui, il avait raison, car ce n'était pas une marche militaire, c'était une marche de paix, de dignité, de souveraineté. Depuis ce jour, le Maroc n'a jamais cessé de tendre la main. Il n'a cessé de construire, d'investir, de développer le Sahara. Là où certains veulent voir un conflit sans fin, le Maroc a fait naître l'avenir. Des écoles, des ports, des hôpitaux, des universités. Une région qui bouge, qui grandit, qui brille. Le Sahara d'aujourd'hui est un espace de progrès, de paix, d'ambition. Et cela, aucun discours ne peut l'effacer. La proposition marocaine d'autonomie sous souveraineté nationale n'est pas une stratégie politique, c'est une solution de paix. Une solution soulignée par l'ONU, soutenue par de nombreuses puissances mondiales, une solution juste, sérieuse, crédible. Et surtout, une solution humaine. Une solution pour que les Sahraouis puissent s'épanouir, décider, bâtir leur avenir. Sans se couper de leur histoire, sans renier leur identité. Mesdames et messieurs, plaider pour le Sahara marocain, ce n'est pas défendre un simple territoire, c'est défendre une mémoire. C'est défendre la paix contre la division, l'histoire contre l'oubli, la dignité contre la manipulation. Le Sahara est marocain. Il est par le lien ancien qui unit les tribus au trône. Il est par les pas silencieux mais puissants de la marche verte. Il est par le développement qu'on y voit, par les espoirs qu'on y plante, par les drapeaux qu'on y élève. Et il est surtout par le cœur de millions de Marocains, pour qui cette terre n'est pas une question, c'est une évidence, une partie d'eux, une part d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas de choisir un camp, je vous demande de choisir la vérité, de choisir l'unité, de choisir la paix. Et si vous écoutez un instant, le vent du désert vous le soufflera doucement. Et c'est avec fierté et conviction que je vous le dis, devant vous, devant l'histoire. Oui, le Sahara est marocain, hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Isra, une élève de tronc commun.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un poème. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isra, une élève de... Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Isra. Une élève du tronc commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un poème d'une puissance rare, écrit par l'un des plus grands défenseurs de l'humanité, Victor Hugo. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. Un poète, un penseur, un homme, un cœur immense, qui écrivait pour l'humanité. Le poème que je vais partager avec vous n'est pas fait de rimes pour la beauté. Il est fait de lumière, de justice et de feu. J'aimerais que, pendant un instant, on oublie les murs de cette salle, qu'on ferme les yeux et qu'on imagine un enfant, pas un enfant riche ou pauvre, juste un enfant qui a des rêves, qui tend la main vers la lumière. Cette lumière, c'est l'éducation. Alors, écoutez, car dans le vers, je vais vous dire, il y a des cœurs d'enfants, des écoles qu'on n'a pas construites et des silences qu'on doit briser. Chaque enfant qu'on enseigne de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois. Ils ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance, c'est la nuit qui commence l'abîme. Où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes s'activent les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme, ouvrant un livre, il trouve une aile et peut planer là où l'amour liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'on fait avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc, au petit enfant, donnez le petit livre, marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. Voilà des mots, juste des mots. Peut-être, mais ces mots sont des clés qui ouvrent des écoles, qui libèrent des enfants, qui changent le monde, un esprit à la fois. Victor Hugo n'a pas seulement écrit un poème, il a écrit un appel que nous avons entendu ce soir, un appel que nous devons transmettre. Alors, souvenons-nous, enseigner, ce n'est pas seulement donner du savoir, c'est offrir une arme de paix, une lumière contre l'injustice, une chance de devenir libre. Et moi, si je peux aujourd'hui, par ma foi, faire résonner un peu de cette lumière, alors je n'ai pas seulement récité un poème, j'ai semé l'espoir. Avant de quitter cette scène, je tiens à remercier de tout mon cœur mon école, cet espace qui m'a offert les murs pour rêver grand. Je remercie Madame Machoudi, celle qui chaque jour m'enseigne bien plus que des règles. Elle m'enseigne la voix et le courage de la faire entendre. Et je remercie chaque membre de cette école. Enfin, je remercie Madame la directrice pour sa présence, son soutien et sa foi dans la jeunesse. Grâce à vous, ce moment a existé. Merci. مبدعات ومبدعي مجموعة مدارس إقراء خصوصية من ابن أحمد. سيكون عنوان هذه اللوحة هي الحمراء، وأطلب منكم مرة أخرى تشجيع هؤلاء البراعم من فضلكم. نار وقصدها سايح من كل بصار لبستي لبها حتى اسم صار الباهية وسحرتي كل النار ياللي بالفنا صارت نار وقصدها سايح من كل بصار لبستي لبها حتى اسم صار الباهية وسحرتي كل النار. Welcome to Morocco city of civil man. يسبن علي من جود عطي بلا ملان قضية عادي سر ملان كان سيدي بن سليمان الجاز والبحر مليان اللي اختار الصلاح يجي لبلادنا صورة مراكش وتبصوا في قبابنا فالله والسلام في بلادنا سي عمرة وثقافنا زادنا حمرا في كل زمان انتي عالية يا حمرا في كل زمان انتي عالية يا حمرا في كل زمان انتي عالية يا حمرا في كل زمان انتي عالية. يا مولانا تيق بيا خوك انا لا تفتي مرة
الشاجي حاميها مولانا ويا مولانا تقبيا خوك انا لا تفتي المراك الشاجي حاميها مولانا قصة الملوك والعولماء من منتشفين والنفس زاوية اليوم المسنين راك حاضرة وثقافة بلدانهم عاصمة مع عظم البدع والكتبية النار جمالتنا في الأندلس وإفريقيا في تنقل كنتي من دماء هذه المرات الحب من زمان كل دار عندنا فيها فنان داخل الصور عندنا شي بيبان من باب احمر ما بين سيدي السيسان كاع العالم تجمع في بلادنا كاع الهسدنا الله يكتر حسادنا كاع اللي جا وداق طعمنا ما كيسخى بينا ما كيسخى بجواتنا يا الحمراء في كل زمان انتي عالية 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 يا مولانا تقبيا خوك انا لا تفتي المراك شاجي حاميها مولانا ويا مولانا تقبيا خوك انا لا تفتي المراك شاجي حاميها مولانا قادة مستقبل تكون أجيال ونساء ورجال الغد. شكرا لهذه المؤسسة على انفتاحها على محيطها وعلى أن مؤسسة تربوية ومستوى عالي قدموا الوليدات، وفي دورنا كنشكروا الوليدات التلاميذ كلهم تصفيقات حارة للتلاميذ هذه المؤسسة العريقة. ونشيد بالدور ديال بدورنا كنشكروا إداريين وأساتذة مدرسة إقراء وعلى رأسهم الأستاذة توريا. كنشكروك جزيل الشكر وشكرا أنكم افتتحتم معنا الأيام الربيعية بمدينة ثلاثاء الأولاد. وبهذا نصدر الستار عن يومنا الأول، وهو يوم من أيامنا الربيعية في دورته السابعة احتفالا بالمقاوم المرحوم محمد لوداتسي بالعربي بالفقيه، كما درجت على ذلك النسيج الجمعوي. ونجدد شكرنا إلى أعضاء المجلس وعضوات المجلس البلدي الحاضرين، شكرا للحضور على سعة صدرهم وعلى تلبية الدعوة. شكرا للعارضين والعارضات اللي جاوا من مجموعة من المدن ومن الصحراء، من البوغاز، من وسط المغرب. شكرا لهم أنهم جاوا بمنتوجات مجالية. كذلك على المستوى المحلي شكرا لجميع الحضور، ونشكر ونضرب لكم موعدا يوم غد مع مؤسسة أخرى إن شاء الله ومع أنشطة أخرى إن شاء الله. وغدا غينطلق الدوري ديال التلاميذ وتلميذات مدارس ومدرسات التربوية بالولاد. والدوري غينطلق غدا مع 11 ما بين مدرسة الأولاد، تلاميذ مدرسة الأولاد وتلاميذ مدرسة الشموخ الخاصة، وغيكون مع 11 المركب السوسيو رياضي. كما نجدد بأن غدا غتكون الأنشطة هنا بالساحة في المساء، وكونوا في الموعد. ونعطي الكلمة للسي محمد دياش.
شكرا سي محمد عليلي. بدوري كان جد الترحاب بكافه العارضين اللي جاونا من ربوع المملكه، كاين من العيون، من صفرو، من خريبكه، من سطات، من السنغال، زاويه الشيخ، ومعنا لاول مره عارضه من السنغال. كنتمنى اول مره اخرى يبداو يجيونا اخوان من افريقيا في اطار الانفتاح ديال المملكه المغربيه على المحيط الافريقي. هادشي كلشي خدمه للوحده الترابيه. وكنشكر جميع الاخوان ديال المجلس البلدي القاطعين معنا والاخوات، جميع الضيوف، جميع العارضين، الاخوان المصورين. والشكر كبير للناس اللي نشطوا لنا هذا الحفل الافتتاحي عفوا، اللي هما مدرسه اقرا. مدرسه اقرا انا شخصيا واخا نقول اللي قلت ما غنوفيهمش حقهم. مدرسه اقرا كانوا جناحنا النهار اللي كانوا جناحنا مقصوصين، النهار اللي دقينا شي ابواب ولقينا تسدات في وجوهنا، تفتحات في وجوهنا مدرسه اقرا. وملي كنقولها هكا كنقول علاقه الجمعيه اللي كنتمي ليها انا وعلاقه النسيج الجمعوي لمؤسسه اقرا. مؤسسه اقرا كانت الابواب ديالها مفتوحه ديما، كيستجيبوا لنا في اي وقت. كلمه شكر لا تكفي، ما عرفتش والله، ما عرفت، خانتني العبارات، ما عرفتش اش غنقول. شكرا كتبان لي ما دايره والو. وشكر كبير للسي الترابي، الاستاذه رياح الديوي، جميع الاساتذه، الاخوان، كلشي كاع المنتسبين لمؤسسه اقرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا واجب، والمؤسسه دائما منفتحه على المحيط السوسيو الثقافي ديالها، وسعداء اننا للمره الرابعه تنشاركوا مع الساكنه ديال ولاد الشرفاء هذا الاحتفال بالمقاومين والاحتفال بالرموز ديال المواطنه وديال المقاومه المغربيه. مؤسسه اقرا هي مؤسسه رائده يمتد إشعاعها لأكثر من 30 سنة، والمديرة التربوية يعني تنتسب لهذه المنطقة وتعتز بذلك، ودائما ما تركز على أن تنفتح على هذا الجزء المهم من منطقة مزاب ومنطقة بن حمد، اللي هي منطقة ولادة للطاقات، وعلى رأسهم هاد الناس اللي كنشوفوا اللي تتكرموا أحياء أو أموات. شكرا السي دهاج على حسن الاستضافة وعلى الاستقبال البهيج اللي حظينا به من طرف الساكنه ديال بن حمد. شكرا لكم. الابواب ديال مؤسسه اقرا مفتوحه لكم ولابنائكم. يعني هذه التجربه الغنيه، سعداء اننا نستقبلكم بالمؤسسه وتنفتحوا على مختلف المبادرات ديال الحياه المدرسيه فيها. شكرا لكم وشكرا لحضوركم المبارك.